الفيديو ده معانا الدرس التاني من chapter 2 higher order homogeneous linear second order with constant coefficient. المسألة عندي بتبقى عاملة ازاي؟ انا بيجيلي مسألة، بيجي يقولي معاك وليكن رقم نسميه a في y دبل داش زائد b في y داش زائد c في y بتساوي 0. انا اول حاجة بتأكد هي homogeneous ولا non homogeneous منين؟ ان هي بتكون بتساوي 0. لو بتساوي 0 يبقى المسألة دي homogeneous، لو مش بتساوي 0 يبقى المسألة دي non homogeneous. طب دي اول حاجة. تاني حاجة، انا الداتا عندي with constant coefficient، يبقى لازم coefficient بتاع ال y داش وال y دبل داش وال y لازم يكون رقم constant، رقم ثابت. معايا a و b c دي ارقام constant، فانا اتأكدت ان هي homogeneous with constant coefficient. انا اول حاجة بعملها لما بلاقيها كده، باخد كل y بعوض مكانها بام، وعلى حسب هي معمول لها derivative كام مرة فيها كام داش، ده بيبقى البار بتاعها. يعني ايه؟ اول حاجة constant بين زي ما هو عندي ايه، ال y باور m هتتحول ل m باور 2 بلس b في m باور 1 دا 1 داش بلس c. هنا y هتبقى m بس باور 0، فكده كده هتبقى 1، فمش هتتكتب، هتكون بتساوي الزيرو. هحل المعادلة وهطلع ال m. انا لما اطلع ال m في حالتين هيطلع لي 2 ام، ففي الحته دي بيجي 3 حالات. يا اما بتطلع لي real distinct. يعني ايه؟ يعني ال m1 مش بتساوي ال m2. ساعتها انا باجي واقول ان ال y بتساوي c1 في e باور ال m1 في x زائد ال c2 في e باور m2 في x. بحط ال m الاولى وال m التانية بس، وبكون دي اول جزئية. او ممكن تطلع معايا real و equal. في الحالة دي بعمل ايه؟ بتبقى ال y بتساوي او بيبقى ال m1 بيساوي ال m2، يبقى اللي عندي بيبقى عندي m واحدة، فساعتها بقول ان ال c1 زائد ال c2 في x مضروبة في e باور ال m اللي طلعت معايا في x. وعندي الحالة التالتة لما اكون كومبلكس. لما اكون كومبلكس ساعتها بيبقى عندي ال m 1 وال m 2 بيساوي الفا، ده بيبقى الرقم الكونستانت اللي معايا، بوزيتيف او نيجاتيف بيتا في اي اللي هو الايماجينري نمبر، الرقم التخيلي، بيبقى بيتا في اي. ساعتها بقول ان الواي بتساوي اي باور الفا اكس، سوري، اي باور الفا اكس. يبقى عندي الاي باور الفا اكس مضروبة في سي 1 كوزين البيتا اكس، بيتا اللي طلعتلي، بلس سي 2 مضروبة في ساين البيتا اكس. بيطلع لي حالة من التلاتة دول. بنبص على اول مسألة معانا. اول حاجة هنروح نبص عليها هي بتساوي الزيرو ولا لأ. بتساوي الزيرو يبقى دي معايا homogeneous. هل دي homogeneous with constant coefficient؟ هبص على كل coefficient عندي الاقي constant، مش هلاقي variables x او y. تمام، دي constant coefficient. يبقى هروح اعوض ال y ب m، وعلى حسب ال derivative بتاع ال y او عدد الداشز اللي فوق ال y هحطها باور على ال m. يعني معايا هنا y باور 2 هتبقى m باور 2 بلس y باور داش هتبقى m باور 1 ناقص 2 y. معايا 2 في ام باور 0 عشان الواي معلهاش داش هتبقى 0. ام باور 0 بوان عشان تتكتب بتساوي 0. هاخد المسألة دي على الكالكليتر مود 5 مود 5 3. هحط المسألة هيبقى معايا في الآخر إن M1 بتساوي 1
و m2 بتساوي -2. كده معايا ال m1 مش equal m2 بس هما ارقام ريل، فمعايا ان هي ريل بس distinct. في الحالة دي قلنا بنعمل ايه؟ بنكتب ان c1 في e باور m1 في x، يعني m1 بواحد فتبقى x على طول، بلس c2 في e باور m2x. m2x بنيجاتيف 2 هي معايا نيجاتيف 2x y equal. بس دي الفاينل انسر، كده السؤال خلص. نروح للسؤال التاني. بتساوي 0 يبقى هي homogeneous، كل coefficient constant، يبقى دي homogeneous with constant coefficient. هعوض بقى، عندي ال y دبل داش هتبقى m باور 2 ناقص 2 y داش تبقى 2 في m زائد 10 في y هتبقى ب10 في m باور 0 اللي هي بواحد بتساوي 0. دي لما احطها على الكالكوليتر مود 5 3 هيطلع لي ان ال m1 وال 2 بيساوي 1 positive و negative 3i، فدي قلنا عليها ان هي complex. فالقانون بتاعها معانا ان ال y هتساوي e باور الفا x، ده جزء الالفا وده جزء البيتا. ف e باور الفا x يعني e باور x الفا بواحد في c1 كوزين البيتا x 3 في x زائد c2 ساين البيتا x اللي هي 3 x برضو. بس كده المسألة التانية خلصت. هنروح المسألة اللي بعديها. بتساوي 0 يبقى هي homogeneous with constant coefficient، يبقى عوض مكان كل y دبل داش ب m باور 2 y داش ب m، فهيبقى معايا m باور 2 minus 2m بتساوي 0. لما تعملها على الكالكوليتر هيطلع لك ان ال m1 بتساوي 2 وال m2 بتساوي 0، مش equal، فاما real و distinct. هيبقى معايا c1 في e باور m1 في x m1 ب2 باور 2x زائد c2 في e باور m2x m2 ب0x، فيبقى معايا فوق 0 e باور 0 ب1 فهتروح، فيبقى معايا ان y بتساوي c1 في e باور 2x بلس c2. هنا المسألة خلصت. المسألة اللي بعديها اتأكدنا ان هي 0 يبقى homogeneous with constant coefficient، يبقى أبدأ أحول، يبقى معايا ال m باور 2 ناقص 4m زائد ال4، ان ال y تبقى m باور 0 فتبقى 1 بتساوي 0. هتعملها الكالكوليتر هنا هيطلع لك بقى ان ال m1 بتساوي 2 وال m2 برضو بتساوي 2، فدول انهم عندي real و equal. فالقانون كان بيقول ايه؟ ان انا هيبقى معايا ال y بتساوي c1 زائد c2 في x مضروبين في e باور mx. ال m عندي اللي هو بكام؟ m عندي بتساوي الاتنين باور 2x. بس ودي الطريقة التالتة. نيجي لآخر مسألة معانا. هنا جايب لي y باور تريبل داش ماينس 2y باور دبل داش ماينس y باور داش بلس 2y. أول حاجة انها اتأكد انها homogeneous، انها بتساوي 0 وانها with constant coefficient، كل coefficients constant، فهروح أعوض مكان كل y بm على حسب عدد الداش بتاعها هتبقى الباور. فهنا ال y هتبقى m باور 3 في 3 داش ماينس 2 m باور 2 y دبل داش ماينس ال y داش اللي هي m زائد ال 2y اللي هي 2 في m باور 0 اللي هي 1 بلس 2 بتساوي 0. دي ممكن تحط على الكالكوليتر بشيفت مود 4، هيطلع معاك m1 بتساوي نيجاتيف 1 و m2 بتساوي 1 و m3 بتساوي 2.
احنا هنا دي كانت مسألة كانت بتقول لنا ريل وديستنكت. طب دي انا هعوضها ازاي؟ التانية اللي كانت بيجيلي 2 بس ايرور، كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي ان انا هيبقى معايا C1 في E بار M1 في الاكس زائد C2 في E بار M2 في اكس. مظبوط. قال هنا عندي 3 امات، فهزود واحدة تاني، هقول ان هو بلس C3 باور E بار M3 في اكس بس. فانا هيبقى هنا عندي هكون M1 فهتبقى C1 في E بار M1 اللي هي نيجاتيف 1 بنيجاتيف اكس فوق، بلس C2 في E بار M2 اكس. هيبقى معايا C2 بار C2 في E بار M2 اكس، هيبقى معايا C2 في E M2 ب1، فيبقى معايا C2 بار اكس C2 E بار اكس بلس C3 في E بار M3 اكس بار 2 اكس M3 ب2 بس. الواي بتساوي الكلام ده كده. مسألة خلصت معايا.